مظاهر سطح افريقيا. هي فين اعلى جبل في افريقيا؟ يلا بينا نعرف. الطلاب الاعزاء، طلاب الصف الاول الاعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال دائما وابدا. يلا بينا صديقتي وصديقي طالب سنه اولى اعدادي نشرح الدرس الثاني في منهجنا اللي بيتكلم عن تضاريس قاره افريقيا. التضاريس دي اقول لك يعني الجبال، يعني الهضاب، يعني السهول، المناطق الحلوه اللي بنروح عليها في البحر. طب يا صديقي، هو اول حاجه لازم نعملها ايه عشان نفهم الدرس كويس؟ اقول لك تعمل لايك وتشترك في القناه لو انت اول مره تشوفني. يلا بينا هنبتدي بالهضاب. انا عندي كام هضبه في افريقيا؟ هناخد 4 فقط. اول هضبه هي هضبه افريقيا الشماليه. تاني هضبه هي هضبه اثيوبيا او ممكن اقول عليها هضبه الحبشه. تالت هضبه هي هضبه البحيرات الاستوائيه في الوسط. ورابع هضبة هي هضبة جنوب افريقيا ودي موجودة في الجنوب. يبقى انا عندي كام هضبة هدرسهم؟ تقول لي 4. هضبة افريقيا الشمالية ومن اسمها يعني في الشمال. هضبة اثيوبيا او الحبشة ودي في الشرق. هضبة البحيرات الاستوائية ودي في الوسط. وهضبة جنوب افريقيا ومن اسمها يعني في الجنوب. طيب هنبتدي بمين؟ نبتدي بهضبة شمال افريقيا. يلا بينا. هضبة شمال افريقيا موجودة فين؟ تقولي موجودة في شمال افريقيا من اسمها. والهضبة دي مساحتها كبيرة جدا، بتبتدي من جبال البحر الاحمر شرقا وتفضل ماشية لحد ما توصل المحيط الاطلنطي غربا، وبتبتدي من فوق في الشمال من عند البحر المتوسط لحد ما توصل وسط افريقيا. فده معناه ان هي اكبر هضبة في افريقيا، مفيش اكبر من كده. تشوفوا مساحتها كبيرة قد ايه. تاني حاجة بتتميز بيها ان هي مش عالية، هي كبيرة بس منخفضة الارتفاع، مش عالية. كمان هضبة افريقيا الشمالية بتتميز بان هي فيها اكبر صحراء في العالم. اكبر صحراء في العالم، ايوه، اسمها الصحراء الكبرى. الصحراء الكبرى لانها اكبر صحراء في العالم. كمان بنلاقي فيها جبال زي جبال العوينات، وجبال العوينات دي بتفصل ما بين مصر وليبيا، يعني بتقع على الحدود كده ما بين مصر وليبيا، جبل العوينات. كمان الهضبة دي ممكن الاقي فيها بعض المنخفضات زي منخفض القطارة اللي في مصر. كمان بنلاقي بعض الواحات، والواحات دي مناطق في الصحراء فيها زراعة على مياه الابار والعيون. زي واحات ايه؟ تقولي زي واحة سيوة في مصر وواحة الجوف في ليبيا. سيوة في مصر والجوف في ليبيا. ده اول هضبة يا صديقي، هضبة افريقيا الشمالية. يبقى تاني كده ببساطة، هي فين؟ افريقيا الشمالية او هضبة شمال افريقيا يعني موجودة في الشمال. بتبتدي منين؟ تقولي من جبال البحر الاحمر شرقا لحد المحيط الاطلنطي غربا، ومن البحر المتوسط شمالا لحد وسط افريقيا جنوبا. طب بتتميز بايه؟ ان هي كبيرة بس قليلة الارتفاع. طيب فيها ايه وانا ماشي فيها ومسافر؟ ممكن الاقي ايه؟ تقول لي تلاقي حاجات زي الصحراء الكبرى اللي هي اكبر صحراء في العالم. كمان الاقي جبل العوينات ما بين مصر وليبيا، والاقي بعض الواحات زي واحد سيوة في مصر وواحد الجوف في ليبيا. ده اول هضبة يا صديقي. فكرني كده، انا عندي كام هضبة؟ تقول لي 4. هضبة افريقيا الشمالية او شمال افريقيا، وبعد كده هضبة اثيوبيا او الحبشة، بعد كده هضبة البحيرات الاستوائية، ثم هضبة جنوب افريقيا. طيب انا خلصت اول واحدة وخلصنا منها، ما تيجي على التانية، هضبة اثيوبيا او الحبشة. موجودة فين؟ نلاقيها موجودة في شرق افريقيا، قريبة من منطقة القرن الافريقي اللي هي المنطقة اللي شبه القرن دي بالظبط. ده منطقة القرن الافريقي وهي قريبة منه. هضبة اثيوبيا او ممكن اقول عليها هضبة الحبشة. طيب انا عرفت مكانها. طب بتتميز بايه؟ بتتميز بان هي شديدة الارتفاع، عالية جدا. طب وبعدين؟ اقول لك فهي اعلى هضبة في افريقيا كلها، يعني اعلى واحدة في ال4. تقول لي اعلى واحدة في ال4. انما من شوية انا قلت لك شمال افريقيا مالها قليلة الارتفاع، يبقى دي عكسها مالها شديدة الارتفاع. طيب ايه اللي بيميزها كمان؟ ان تربتها خصبة جدا. خصبة يعني ينفع فيها زراعة؟ تقول لي ايوه ينفع فيها زراعة. هي خصبة ليه؟ تقول لي اصل الهضبة دي اتكونت بسبب عوامل بركانية، يعني كان في بركان في المنطقة ده فطلع من تحت الارض مواد خصبة بقت اساس حرفة الزراعة هناك. طيب مش الزراعة عايزة تربة خصبة ومية؟ تقول لي طب هناك في مية؟ تقول لي برضو طب في مية ليه؟
تقول لي عشان هناك بتسقط الامطار صيفا، في امطار غزيرة عندهم في فصل الصيف. طبعا الامطار دي بتتكون في انهار وبتجينا مصر، يبقى هضبة اثيوبيا بتسقط عليها الامطار صيفا، عشان كده بنسميها منبع النيل الصيفي او منبع النيل الموسمي. موسمي يعني بتسقط فيه الامطار في موسم واحد وهو موسم الصيف. أدا هضبة الحبشة او اثيوبيا موجودة فين يا صديقي؟ تقول لي في شرق افريقيا. طب بتتميز اعلى هضبة في كل الهضاب اللي هناخدها. طيب فيها حرفة الزراعة لأنها بتتكون من طفوح بركانية. عندهم حرفة الزراعة؟ تقول لي ما هم عندهم تربة خصبة وعندهم مية في الصيف. كمان قامت هناك حضارة هناخدها اسمها حضارة أكسوم. طب هي منبع النيل الايه؟ تقول لي منبع النيل الموسمي. طب ليه اتسمت موسمي بما تفسر؟ تقول لي بسبب سقوط الأمطار صيفا. دي تاني هضبة ومش صعبة. طب تالت هضبة، تعال اقول لك الاربعه الاول. اول هضبة شمال افريقيا، تاني هضبة اسمها هضبة اثيوبيا او الحبشة، تالت هضبة اسمها هضبة البحيرات الاستوائية، رابع هضبة جنوب افريقيا. انا خلصت الاولى والثانيه، ما بينا على الثالثه اللي اسمها البحيرات الاستوائية. هضبة البحيرات الاستوائية موجودة فين؟ تقول لي موجودة في وسط افريقيا، في وسط افريقيا، وكمان بيمر بيها دايرة الاستواء. طب بتتميز بايه؟ ان هي شديدة الانحدار من الجنوب الى الشمال، يعني الجزء بتاعها الجنوبي اعلى من الشمالي، فعشان كده بيخلي المية اللي بتسقط عليها طول السنة، هي عندها امطار طول السنة، المطر اللي بيسقط عليها يروح ناحية الشمال. طب مين في الشمال؟ تقول لي مصر. قال لا، ما احنا كده ان الهضبة دي بتجيب لي مية. تقول لي بتجيب لي مية. طب امتى؟ تقول لي طول السنة. طب ليه؟ لان الامطار هناك تسقط طوال العام. الامطار في هضبة البحيرات الاستوائية تسقط طوال العام، فبنسميها المنبع الدائم لنهر النيل. المنبع الدائم لنهر النيل بسبب سقوط الامطار طوال العام. كمان الهضبة دي موجود عليها بحيرة عذبة كبيرة جدا اسمها بحيرة فيكتوريا. بحيرة يعني مساحة من الماء العذب يحيط بيها اليابس من جميع الاتجاهات، اسمها فيكتوريا. هضبة البحيرات الاستوائية صعبة يا صديقي؟ مش صعبة. تاني كده، تاني في جمل سهلة. موجودة فين؟ تقول لي وسط افريقيا. تتميز بايه؟ ان هي منحدرة من الجنوب الى الشمال وبيمر بيها دايرة الاستواء. ما احنا كده ان الامطار تسقط عليها في موسم؟ لا مش في موسم، دي طول السنة يا صديقي، طول السنة بتسقط عليها الامطار، فمعنى كده بنسميها المنبع الدائم لنهر النيل. طب لو قلت لك بما تفسر؟ تقول لي بسبب سقوط الامطار طوال العام. صديقي العزيز ركز كده، انا قلت حاجتين مهمين قوي. ايه هم؟ تقول لي انا عندي منبعين لنهر النيل، منبع موسمي ومنبع دائم. المنبع الموسمي في الحبشة او هضبة اثيوبيا، وده ليه اتسمى بالاسم ده؟ تقول لي بسبب سقوط الامطار صيفا. طب المنبع الثاني؟ تقول لي المنبع الدائم. طب ليه؟ تقول لي بسبب سقوط الامطار طوال العام. طب هو فين؟ تقول لي هضبة البحيرات الاستوائية. يبقى انا عندي كم منبع؟ تقول لي منبع موسمي ومنبع دائم. الموسمي هضبة اثيوبيا والدائم هضبة البحيرات الاستوائية. ما تنساش دي مهمة أوي. رابع هضبة واخر هضبة، هضبة جنوب افريقيا من اسمها. يعني فين؟ تقول لي يعني في جنوب افريقيا. الهضبة دي منحدرة ناحية الشرق، يعني الجزء الغربي اعلى من الجزء الشرقي، يبقى منحدرة ناحية الشرق، وتعتبر جزء من الأخدود الإفريقي العظيم. إيه الأخدود ده؟ أقول لك الأخدود ده منطقة فيها انكسار في القشرة الأرضية وطوله كبير جدا، حوالي 5600 كيلو متر. بيبتدي من هضبة جنوب أفريقيا ويفضل مكمل لحد ما يوصل للبحر الأحمر، فده كبير جدا، انكسار في القشرة الأرضية. بنسميه إيه؟ الأخدود الإفريقي. طوله قد إيه؟ 5600. وهضبة جنوب أفريقيا جزء منه. طب إيه تاني في جنوب أفريقيا؟ أقول لك بس كده مفيش. هضبة جنوب أفريقيا موجودة في الجنوب، الجزء الغربي أعلى من الشرقي، فمعنى كده إن هي منحدرة ناحية الشرق. طب إيه؟ هي جزء من الأخدود الإفريقي، والأخدود الإفريقي ده انكسار في سطح القشرة الأرضية طوله 5600 كيلو متر. أنا كده يا صديقي خلصت الهضاب. طب فاكر كان عنوان درسنا ايه؟ مظاهر سطح قارة افريقيا. طب يا صديقي العزيز، احنا قلنا مظاهر السطح بتنقسم الى جبال، هضاب، سهول. انا خلصت الهضاب.
طب ما تيجي على الجبال؟ اقول لك عينيا. السؤال المهم هنا، هي الجبال كلها شبه بعضها؟ اقول لك لا، في اختلاف ما بين الجبال. في جبال بنسميها جبال التوائيه، وفي جبال بنسميها جبال انكساريه، وفي جبال بنسميها جبال بركانيه. الفرق اقول لك الثلاثه مشتركين ان هم نتيجه عوامل باطنيه، يعني في حاجه حصلت في باطن الارض من تحت خلت يبقى في جبل. طب ايه اللي حصل؟ اقول لك ركز كده. اول حاجه الجبال الالتوائيه حصلت حركات باطنيه ادت الى التواء سطح الارض فعمل لي جبال كتير ورا بعض، ادى الالتوائيه. طب الانكساريه اقول لك الصخور اتكسرت فارتفعت اجزاء كونت جبل وانخفضت اجزاء تانية، الجزء اللي مرتفع ده جبل، عشان كده سميناها انكساريه. ثالث نوع هو البركاني. جبل بركاني يعني بسبب بركان؟ تقول لي الله ينور عليك، بسبب بركان. طب ايه؟ اقول لك حصل بركان طلع نار من باطن الارض ومواد منصهره من باطن الارض، المواد دي تبرد تعمل لي جبل، فبقى الجبل بركاني. مش انا قلت لك المره اللي فاتت ان الدراسات فهم اولا؟ لازم تفهم الاول صديقي العزيز، عشان كده من المره اللي فاتت رفعنا شعار الفهم اولا مع مستر بشوي فؤاد. فيا صديقي العزيز الدراسات مش حفظ بس، لا خالص، الدراسات فهم، والحفظ هيجي لما تفهم كويس. طب تعالى نعرف الجبال ونشوفها سهلة ولا لأ. سهلة إن شاء الله. احنا قلنا الجبال كام نوع؟ تقول لي 3 يا مستر. أول جبال اسمها الجبال الالتوائية، الجبال التانية جبال انكسارية، الجبال التالتة جبال بركانية. نبتدي بمين؟ بالالتوائي يا صديقي. أنا عندي كام جبل التوائي في إفريقيا؟ عندي 2 هاخدهم مثال عندنا. أول جبل اسمه جبل أطلس، والجبل التاني اسمه جبل الكاب. أطلس في الشمال والكاب في الجنوب. طيب أنا هدرسهم الاتنين؟ أقول لك لأ، احنا هندرس بس جبال أطلس. جبال أطلس تقع شمال غرب القارة أهي، يعني تقع على البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي. تقول لي أيوة هنا كده. بتمتد من جنوب المغرب لحد تونس، معنى كده إن هي بتمر ب3 دول اللي هو المغرب والجزائر وتونس. وخد بالك ان هي بتتكون من سلسلتين. يعني ايه سلسلتين؟ شويه جبال كده اسمهم جبال أطلس، وتحت كده شويه سلسله كمان اسمها جبال اطلس الصحراء، سلسله فوق اسمها اطلس التل، وسلسله في الجنوب اسمها اطلس الصحراء، وبينهم هضبه. الهضبه دي اسمها هضبه الشطوط. يبقى تاني هي عباره عن كام سلسله؟ سلسلتين. في الشمال اطلس التل، في الجنوب أطلس الصحراء، بينهم هضبة اسمها هضبة الشطوط. الجبال دي أعلى قمة فيها هي قمة طوبقال، ودي موجودة في المغرب. يعني أطلس التل وأطلس الصحراء أعلى نقطة فيهم اسمها جبال طوبقال موجودة في المغرب. أدا جبال أطلس صعبة؟ أعتقد إن هي مش صعبة. يبقى الجبال الالتوائية إيه وإيه؟ تقول لي جبال الكاب في الجنوب وجبال أطلس في الشمال. طب جبال أطلس تقول لي موجودة في 3 دول اللي هم مين؟ من جنوب المغرب، الجزائر، تونس. طب كم سلسلة؟ 2. أطلس التل في الشمال، أطلس الصحراء في الجنوب، وبينهم هضبة اسمها هضبة الشطوط. طب أعلى قمة في دول كلهم؟ تقول لي قمة طوبقال، ودي موجودة في المغرب. أدا الجبال الالتوائية صديقي صعبة؟ خلصناها. طب بعد الجبال الالتوائية تقول لي الجبال الانكسارية ثم البركانية. طب يلا ناخد الانكسارية، يلا بينا. الجبال الانكسارية عندنا مثال وهو جبال البحر الأحمر. اسمها ايه؟ جبال البحر الأحمر. معنى كده ان هي قريبة من البحر الأحمر؟ تقول لي ايوه، ده هي موجودة قصاد البحر الأحمر هنا كده. طيب موجودة في كام دولة؟ اقول لك موجودة في 3 دول اللي هو مصر، السودان، اريتريا. مصر والسودان وإريتريا. طب أعلى قمة فيهم إيه؟ تقول لي قمة اسمها شايب البنات، ودي موجودة في مصر. يعني أعلى قمة في سلاسل جبال البحر الأحمر هي جبل شايب البنات اللي موجود في مصر. وخد بالك جبال البحر الأحمر جزء من الإخدود الإفريقي اللي اتكلمنا عليه من شوية لما اتكلمنا عن هضبة جنوب أفريقيا. فاكر؟ مش قلت لك في حاجة اسمها الإخدود الإفريقي بيبتدي من جنوب أفريقيا ويفضل مكمل في الشمال لحد ما يوصل البحر الأحمر؟ أيوة. يبقى الجبال الانكسارية يا صديقي نتجت عن طريق انكسار القشرة الأرضية، ارتفاع أجزاء كون الجبل. طيب إيه المثال؟ تقول لي مثال جبال البحر الأحمر اللي موجودة في شرق القارة.
موجودة في كام دولة؟ تقول لي موجودة في 3 دول، مصر، السودان، اريتريا. طب اعلى قمة جبلية فيهم اسمها ايه؟ تقول لي شايب البنات اللي موجودة في مصر، وهي جزء من الاخدود الافريقي. والاخدود الافريقي ده ايه؟ تقول لي اللي بيمتد من جنوب افريقيا لحد البحر الاحمر. خلي بالك من ايه؟ حاجتين: اعلى قمة جبلية في اطلس توبوكال، اعلى قمة جبلية في البحر الاحمر شايب البنات، توبوكال في المغرب، شايب البنات في مصر. خلي بالك. تالت جبال هي الجبال البركانية، اتكونت بسبب ثورات بركانية من بطن الأرض. طيب الأمثلة أقول لك عندي 3. أول جبل اسمه جبل كينيا في الشرق، تاني جبل اسمه جبل كلامنجارو، تالت جبل في الجنوب اسمه جبل دراجنزبرج. يبقى دي الجبال البركانية: جبل كينيا، جبل كلامنجارو، وجبل دراجنزبرج. طيب هندرس مين فيهم؟ اقول لك ناخد معلومة صغيرة عن كلامنجارو. كلامنجارو هو اعلى قمة جبلية في افريقيا كلها، ده اعلى نقطة في افريقيا كلها. وخد بالك رغم ان هو منطقة استوائية يعني المفروض حر، الا انه لما اطلع على جبل كينيا فوق الاقي تلج. قال لها ليه؟ اقول لك مش انت عارف ان في قاعدة بتقول كلما ارتفعنا 150 متر تقل درجة الحرارة درجة واحدة مئوية؟ الله ينور عليك. عشان كده انا طلعت فوق عالي قوي، فلقينا فوق ايه؟ تلج. الله ينور عليك يا صديقي. يبقى الجبال البركانية كام؟ تقول لي 3: جبل كينيا، جبال كلامنجارو، ودراجنزبرج في الجنوب. طيب المعلومة المهمة ان كلامنجارو على قمته تلج لانه اعلى قمة جبلية في افريقيا. طب في سؤال يا صديقي، وهو انه هي الجبال لها قيمة اقتصادية؟ لها اهمية اقتصادية؟ تقول لي على طول ايوه. طب ليه؟ ايه يعني بتجيب دخل للدولة؟ اقول لك ايوه، كل دولة فيها جبل هو مهم للدولة. طيب ايه اول اهمية؟ اقول لك في مجال السياحة. هو في ناس بتيجي عشان نشوف الجبال؟ اقول لك ايوه طبعا. الجبال بتاعت افريقيا تتميز بالطبيعة الجميلة جدا، مناظرها جميلة جدا. كمان في ناس بتيجي عشان تمارس هواية زي التزحلق على الجليد اللي موجود في قمم الجبال. وكمان الجبال دي فيها مناظر خلابة جميلة في غاباتها. تاني أهمية وهي التعدين والصناعة. الجبال غالبا بيبقى فيها معادن كتير جدا زي الذهب والحديد والمنجنيز والفوسفات. طب الحاجات دي لما نطلعها ده اسمه حرفة تعدين. طب لما اوديها المصنع عشان يتعمل منها حاجات، دي حرفة صناعة. يبقى مهمة ولا مش مهمة؟ أكيد مهمة. يبقى الجبال ليها أهمية؟ تقول لي أيوة، في مجال السياحة ومجال التعدين والصناعة. في السياحة بسبب المناظر الخلابة الجميلة وفي ناس تيجي تزورها، وفي الصناعة والتعدين لأن جواها معادن بنوديها الصناعة تتصنع. يبقى مهمة ولا مش مهمة؟ تقول لي مهمة جدا يا مصر. ايه الناس تقول ده؟ طب ما بينا نطلع على البحر. ازاي؟ اقول لك عينيا. انا هشرح لك دلوقتي البحار والمحيطات اللي في قارة افريقيا. يعني مش هتاخدنا بجد؟ اكيد لا. هوريها لك على الخريطة يا صديقي، يلا بينا. انتوا فاكرين عنوان الدرس كان ايه؟ مظاهر تضاريس السطح في افريقيا. وقلنا مظاهر التضاريس دي بتنقسم الى 3: هضاب، جبال، سهول. تعال بقى على السهول. السهول دي بتنقسم الى 3 اجزاء: هي سهول ساحلية يعني على البحر، سهول فيضية دي حوالين الانهار، سهول صحراوية ودي في الصحراء ومش هناخدها في منهجنا السنة دي. طب ما نركز على الاتنين اللي عندنا: سهول ساحلية وتيجي الصيف. يلا بينا. صديقي العزيز، يعني ايه سهول؟ يعني ايه سهول ساحلية؟ يعني سهول على البحر، وسهول يعني منطقة مستوية قدام البحر، عشان كده بنسميها سهول ساحلية. طيب وانا عندي سهول ساحلية، اقول لك قارة افريقيا بيحيط بها بحار ومحيطات كتير. طيب ايه اسمائهم؟ تعالى كده. في الشمال بنلاقي سهول ساحلية على البحر المتوسط، وفي الغرب بنلاقي سهول ساحلية على المحيط الأطلنطي وده كبير جدا زي ما انت شايف، وفي الشرق نلاقي سهول ساحلية على المحيط الهندي وسهول ساحلية على البحر الأحمر. طيب هو كل السهول دي شبه بعضها؟ أقول لك لا يا صديقي. في سهول ساحلية واسعة وفي سهول ساحلية ضيقة. طب ايه الفرق ما بينهم؟ أقول لك. السهول الساحلية الواسعة هي انه في بحر او محيط وقدامه شاطئ كبير جدا، يعني ما فيهوش جبال. اقول لك لا، ما فيهوش جبال. انما السهول الساحليه الضيقه هي بحر او محيط ووراه جبل، فيخلي منطقه الساحل ضيقه.
عشان كده بنقول ايه؟ سهول ساحليه ضيقه. يبقى انا عندي 2 سهول ساحليه، سهول ساحليه ضيقه وسهول ساحليه متسعه. وده ضيق ليه؟ تقول لي بسبب اقتراب الجبال من السواحل، فخلى البحر ضيق او خلى الشاطئ ضيق. طيب تعالى ناخد سهل سهل وناخد عنه شويه معلومات. اول حاجه هنروح نصيف في البحر المتوسط. طيب بين انا عندي حاجتين، شمال البحر المتوسط في مصر هنا سهول ساحليه متسعه، لان انا ما عنديش جبال في شمال مصر، فبنسميها سهول ساحليه متسعه. ودي بتتميز ان فيها نباتات طبيعيه، وده لانه في امطار في المنطقه دي في فصل الشتاء. انتوا عارفين ان مصر تسقط فيها الامطار شتاء، ففي نباتات طبيعيه بتطلع في المنطقه دي بسبب سقوط الامطار. يبقى المنطقه دي فيها نباتات طبيعيه وفيها كمان محاصيل شتويه، يعني ممكن نزرع هناك في تربه وفي امطار شتويه، يبقى اكيد على طول في حرفه الزراعه. انما لو رحنا بلاد المغرب، احنا عارفين ان هنا في جبال اسمها جبال اطلس على طول، يبقى الساحل الساحلي ماله ضيق. ضيق ليه؟ بسبب اقتراب جبال اطلس من البحر المتوسط، فخلى السهل ماله ضيق. ادى سهول ساحليه بتاعه البحر المتوسط. نقولها تاني، نقول في شمال مصر متسعه عشان ما فيش جبال، وفي حرفه زراعه لان في امطار شتويه، كمان في نبات طبيعي. انما لو رحنا بلاد المغرب العربي نلاقي السهول الساحليه ضيقه لان في جبال اسمها جبال اطلس. الله ينور عليك يا جدع، انت واد ممتاز وانت بنت ممتازه. طيب نروح مكان تاني نصيف، يلا بينا. سهول البحر الاحمر. البحر الاحمر، لا بس هناك في جبال، يبقى السهول الساحليه هناك مالها ضيقه بسبب اقتراب جبال البحر الاحمر من البحر الاحمر. يبقى السهول الساحليه ضيقه. وانتوا فاكرين جبال البحر الاحمر في كام دوله؟ الله ينور عليكم، 3 اللي هم مين؟ مصر، السودان، اريتريا. بس في ميزه في السهول دي، السهول دي غنيه بالمعادن ومصادر الطاقه. الجبال اللي هناك دي فيها معادن كتير ومصادر طاقه كتير، فبالتالي هي غنيه بالمعادن ومصادر الطاقه. يلا بينا مكان تاني، بينا السهول الساحليه اللي على المحيط الهندي. طب السهول اللي هناك اقول لك دي متنوعه، في منها سهول ساحليه متسعه وفي مناطق تانية سهول ساحليه ضيقه. المتسعه زي في تنزانيا عشان مفيش جبال فنلاقيها واسعه، انما لو رحنا كينيا هنلاقيها ضيقه لان في جبال اسمها جبال كينيا، فبتخلي السهل ضيق. وكمان مش جبال، ده فيه هضاب استوائيه، فبالتالي تخلي السهل ضيق. يبقى المحيط الهندي ماله؟ تقول لي في مناطق واسعه وفي مناطق ضيقه. الواسعه عشان مفيش جبال زي في تنزانيا متسعه، انما في كينيا في جبال وهضاب فتخليها ضيقه، فعشان كده السهول الساحليه متضيقه. اخر سهل ساحلي في افريقيا هو المحيط الاطلنطي. السهول المحيط الاطلنطي بقى كلها متسعه. ليه بقى؟ تقول لي عشان ما فيهاش جبال، وبالتالي تنتشر هناك حرفة الزراعة، ودي موجودة زي ما انت عارف في غرب افريقيا. يبقى سهول ساحلية المحيط الاطلنطي متسعة وفيها حرفة الزراعة. تاني الضيق والواسع يا صديقي العزيز عشان تثبت في دماغك. هي حاضر، قول البحر متوسط، في واسع وفي ضيق. واسع في شمال مصر وضيق في المغرب والجزائر وتونس لان في جبال اطلس. طب السهول بتاعة البحر الاحمر تقول لي كلها ضيقه لان في جبال البحر الاحمر. طيب المحيط الهندي تقول لي في واسع وفي ضيق، واسع زي تنزانيا وضيق زي كينيا. طيب سهول ساحليه بتاعه المحيط الاطلسي او الاطلنطي كلها متسعه وفيها حرفه الزراعه. الله ينور عليك يا صديقي العزيز. فاكرين السهول كانت ايه؟ تقول لي سهول ساحليه ورحنا صيفنا هناك. السهول الثانيه سهول فيضيه، الثالثه صحراويه. انا عندي الصحراويه لا، يبقى للسنه الفيضيه. طب بينا على الفيضيه. ايه السهول الفيضيه؟ اقول لك المناطق المستويه اللي حوالين الانهار اللي فيها حرفه زراعه. طالما في تربه خصبه، طالما فيها تربه خصبه ونهر يعني ميه عذبه، يبقى بالتالي في حرفه الزراعه. يبقى السهول الفيضيه في افريقيا تقوم فيها حرفه الزراعه. طب الزراعه دي بتساعد على قيام ايه؟ تساعد على قيام ايه؟ ايوه الله ينور عليك، بتساعد على قيام الحضارات. عارفين حضارات افريقيا معظمها زراعيه بسبب توفر التربه الخصبه
والمياه العذبة. طب ايه اشهر الانهار والسهول الفيضية اللي في افريقيا؟ اشهر نهر احنا خدناه اللي هو نهر النيل في مصر والسودان ودول تانية كتير. تاني سهل اسمه سهل النيجر. تالت سهل اسمه سهل الكونغو. سهل الكونغو يبقى السهول الفيضية سهل نهر النيل، سهل النيجر، وسهل الكونغو. طالما اتكلمنا عن نهر النيل، فاكر ليه كم منبع؟ 2. ايوه، منبع موسمي ومنبع دائم. الموسمي في هضبة الحبشة او اثيوبيا، والدائم في هضبة البحيرات الاستوائية. طب الموسمي لان الامطار تسقط فيه صيف، والدائم لان طول السنة. اخر حاجة بقى في قارة افريقيا هي الجزر. وانا عندي جزر في افريقيا، ايوه، لو دققت كده بنلاقي هنا جزيرة اسمها جزيرة مدغشقر. وجزيرة مدغشقر دي بتقرب من قارة افريقيا، فالحتة اللي ما بينهم دي بنسميها مضيق موزمبيق. اسمه مضيق ايه؟ موزمبيق. دي قارة مدغشقر وده مضيق موزمبيق. فوقها كده بشوية في شوية جزر صغيرين اسمهم جزر القمر. وجزر القمر دي انت لو فاكر هي دولة عربية، يبقى دي الجزر اللي موجودة في قارة افريقيا، مدغشقر وجزر القمر. طب باقي ليك ايه؟ اقول لك ولا حاجة صديقي العزيز، باقي انك تحل الواجب اللي هسيبه لك في صندوق الوصف. أصدقائي الأعزاء، دائما وأبدا في سلام. أشوفكم على خير شباب وبنات أولى إعدادي. إلى اللقاء في درس جديد. سلام.